أنا أسأل حضرتك على الحدث في شبرا وتعليقك عليه في ظل ما يتردد عن وجود فتن طائفية في شبرا. لا، شبرا بعيد خالص عن فئة الطائفية، لأن شبرا دي كلمة معناها حديقة أو جميلة، فهي الجنينة بتاعت مصر كلها، والحديقة الجميلة بتاعت مصر كلها اللي ورودها بتنتشر وريحتها الكبيرة عظيمة في أنحاء العالم كله عن الحب والتسامح الكبير اللي موجود بين المسلمين والمسيحيين في مصر كلها، اللي ده بيتناقل من خلال شبرا إلى العالم كله. ورغم الحادث الأليم اللي طبعا ألمنا جميعا إن في مثلا بعض المصريين اخواتنا ماتوا، ورغم كان الحادث بين يعني مسلم ومسلم، لكن دول مصريين ألمنا كلنا، وبالتالي يعني لكن وقفوا كل الأبناء شبرا كمسيحيين مسلمين في ضد أي عدوان يجي على شبرا أو على الوطن. وبالتالي دي بتؤكد يعني إصالة الشعب المصري اللي موجود في داخل شبرا، ولن يستطيع أي حد أبدا إن هو يعني يزحزح أي شيء من البنيان المتراص في داخل شبرا. لكن ألم تحدث اعتداءات على الأقباط بعد هذا الحادث؟